شكرا سيدة الرئيسة، السادة الوزراء المحترمين، إخواني أخواتي الحضور الكريم. السيد الوزير، أولا كنشكرك يوم الأربعاء البشرى اللي عملتي للساكنة القصر الكبير اعتبرناها بمثابة عرس إحداث منطقة صناعية في اللمسات الأخيرة. مشكور على المبادرة ديالك، وهذا اللي عرفنا عليك، لأنه ملي كيكون واحد القطاع عند واحد السيد اللي هو محترف في الميدان ديالو واللي ولد المهنة دائما كتكون عنده مردودية في العمل ديالو. وكذلك السيد الوزير سجلنا بالإيجابية التعاطي ديالكم مع الكورونا، بقيتوا واقفين مع المواطنين، بديتوا بالكمامة، ثم الأسرة الأطباء، ثم الاستثمار إلى غير ذلك. الوقفة ديالكم كانت حاضرة والمواطن كيشوف، ولهذه تحسب لكم السيد الوزير. وننتقل كذلك إلى العرس الكبير. إخوان، كأنه شيء ما حتى حاجة ما كاينة والعالم مروع، المواطنين مساكين كله فرحانين بالمبادرة ديال سيدنا الله ينصرو مع الدولة الأمريكية الصديقة اللي خرجت من الروندا ديالها ونصفت المغرب وطاطوا حقه 45 عام ونحن نعاني من هذا المشكل. اليوم جات فرصة خصنا نستثمروا أيها الإخوان. وكذلك مسيو ترامب اللي عمل مبادرة ورفقة بالمرسوم، ماشي كلام في التلفزيون، مرسوم باش كيوثق، ثم خريطة محددة، ثم الاستثمار داخل الوحدة الترابية، الاستثمار بالمواكبة الاستثمار، ثم السفارة، وما أدراك ما السفارة أيها الإخوان. اللي مواطن وعنده الوطنية في الدم ديالو راه شعر بهذا الشيء، واللي عنده زي الناقص الله يهديه تعرف حقيقة هذه الأشياء. ثم كذلك أيها الإخوان والأخوات نتكلم، يمكن تلتزم بالتعقيب على جواب السيد الوزير. نعم سيدي. قضية الصحراء المغربية قضية وطنية لا يمكن أن يزايد فيها أحدنا على الآخر. اش كتقول هذه؟ اليوم اسمح لي، اليوم أيها الإخوان والأخوات، السيد النائب المحترم، اسمح لي السيد النائب المحترم، هذا فيه تقليل للاحترام من الرئاسة. اسمح لي السيد النائب المحترم، ارجع عن مقتضيات النظام الداخلي. تعقيب النواب يجب أن يكون في الموضوع ديال جواب السيد الوزير. نعم، نقطة نظام. تفضل السيد نائب السيد الرئيس الفريق الحركي. ودابا باش حضرنا معك انت الرئيسة، ما نسكت ماشي يقولوا لنا عاوتاني. نقطة نظام السيد الفريق الحركي. أيها الإخوان والأخوات، اسمح لي السيد النائب المحترم. السيدة الرئيسة المحترمة، ما عمرناش شفنا في الجلسة ديال البرلمان المغربي أن نائب برلماني تعبر على الرأي ديالو بكل حرية، بكل ما كيتمر ليه الدستور من حرية ديال التعبير والإدلاء بالمواقف، ورئيس الجلسة تيحبسو أو تيشوش عليه. هذا غير معقول وغير مقبول نهائيا. وتراجع السيد الرئيس على هذا الموقف ديالك، وخلي السيد النائب يعبر على الراي ديالو. هذه بدعه السيد الرئيسه. شكرا. يمكن ترجع لمقتضى القانون الداخلي. شكرا. سيد الرئيس، لا نسبق بالرؤساء. السيد الرئيسة خلينا نتكلم. الله يرحم والدين. اذا نعم، كاين اللي رفع قبل السيد وعلى الملك ديالي والوطن ديالي، انا اللي فرحان. تفضل السيد النائب المحترم. تفضل السيد النائب المحترم. أصلح أحد أعضاء الحكومة مع أحد القنوات المعادية للتراب المغربي، المعادية للتوجهات المغربية، المعادية للمغرب. تفضل السيد النائب المحترم. السيد النائب المحترم، السيد النائب المحترم، لهذه الجلسة ضوابط يجب أن تحترمها. السيد النائب المحترم، المرجو احترام مقتضيات النظام الداخلي. السيد النائب المحترم، المرجو احترام مقتضيات المنظمة لهذه الجلسة. نعم، كاينة نقطة نظام. تفضل السيد. السيد النائب المحترم، تجاوزت وقتك وتخترق ضوابط النظام الداخلي للمجلس. اسمح لي السيد النائب، السيد النائب المحترم، اسمح لي السيد النائب المحترم.
تفضل السيد الرئيس. نقطة نظام لرئيس فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد الرئيس. أنا طلبت نقطة نظام السيد الرئيس. نعم نقطة نظام. الله يخليكم، دفاعا على هذه المؤسسة. السيد النائب المحترم، ما عطيتكش الكلمة باش ترجع للمنصة. رجاء يجب أن تحترم مقتضيات النظام الداخلي. السيدة الرئيسة، على كل أنا عندي نقطة نظام. السيد الرئيس تفضل. عفوا. سيد تفضل الرئيس. السيد الزعيم. أنا رئيس الجميع. رجاء أنا الصاهرة على تنظيم الجلسة. رجاء نقطة النظام عند الرئيس ديال فريق. السيدة الرئيسة، المرجو الالتزام بمقتضيات مواد النظام الداخلي. تفضل السيدة الرئيس. السيدة الرئيسة الله يخليك. نعم. وأنت رئيسة هذه الجلسة. أنت رئيسة هذه الجلسة، ومن حقك بطبيعة الحال تنظيم والحفاظ على السير العادي ديالها بتطبيق القانون. فلذلك لا نسمح لأي أحد أن يحول هذه الجلسة إلى غير المواضع المحددة باش نكونوا واضحين. وثانيا على السيد النائب أن يسحب كلمة. اش كتقول هذيك السيدة الرئيسة وليست هذه. واش كتقول هذه السيد النائب؟ سحب هذه الكلمة باسم المجلس. الله يخليكم تخربيق هذا الشيء ديال الجبال. السيد الرئيس، نقطة نظام السيد الرئيس. السيد النائب المحترم، السيد ما عندكش الكلمة وما عطيتكش الكلمة وخصك ترجع للمكان ديالك. وإلا سأضطر لتطبيق المقتضيات النظام الداخلي بحذافيره. السيد النائب المحترم، لكن ما الوقت ديالو تجاوزه. السيدة الرئيسة. تفضل السيد النائب. تفضل السيد النائب. السيد النائب المحترم. السيدة الرئيسة. تفضل السيد الرئيس فريق العدالة والتنمية في نقطة نظام. تفضل السيد فريق العدالة والتنمية في نقطة نظام. تفضل السيد الرئيس. السيدة الرئيسة، احنا ما يمكنناش نستأنفوا الاشغال ديال هذه الجلسة الى هذا السيد اللي هو راه في هذيك المنصة والذي يسيء المنصب ديال النائب البرلماني بالإشارة إلى السيدة الرئيسة. شنو كتقول هذه إساءة للمنصب، لأنه ما عارفش هذاك الكرسي اللي راه في هذه المؤسسة شنو كيعني من الناحية الاعتبارية. السيدة الرئيسة، كان عندنا اليوم لقاء مع السيد وزير الخارجية، وفي إطار الاجتماع اللي دار الرئيس مع الرؤساء كان بودنا أن كل فريق فيما يتعلق بالقضية الوطنية اللي فيها الإجماع والحدث الذي كان نعيش فيه أننا غادي نجيو وكل فريق غادي يعبر على داك الشيء. دابا ما العلاقة بين هذا الشيء اللي كيقولوا هذا السيد النائب في هذيك المنصة مع السيد الوزير في الحكومة اللي عنده علاقة بالاستثمار، اللي كيقول حنا والملك ديالنا؟ طبعا الملك ديالنا كاملين. واش غادي نوضوا نبقاو نغوتوا ونقولوا حنا والملك ديالنا وغادي نديروا في إلا راه حنا كنتكلموا على واحد الموضوع اسمح لي السيد الرئيس. حنا كنتكلموا على موضوع محدد. تجاوزت الدقيقة. السيد الرئيس، السيد الرئيس تجاوزت الدقيقة. السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب، المرجو من الجميع أن يلتزم بالمقتضيات النظام الداخلي وبالأخلاقيات السلوكيات اللازمة، وبالتالي لا يمكن إلا أن نخاطب بعضنا بعضا بالنائب المحترم. وكذلك بالنسبة للسيد النائب المحترم راه تكلم مع السيد الفريق فيما يخص الإساءة للرئاسة، والتي قد تستوجب أن يمشي من الجلسة. ولكن أنا السيد النائب المحترم تفضل. نقطة النظام.
شكرا السيدة الرئاسة. عطفا هذه المؤسسة التشريعية اللي هي ديالنا كاملين، ديال المغاربة كاملين. السيدة الرئيسة، احنا بصدد مناقشة واحد الموضوع كيهم الصناعة، والسيد الوزير تنقل لنا باش يعطينا أجوبة على هذه الصناعة. بطبيعة الحال احنا كنا متحمسين القضية الوطنية، هذا شيء هذا لا شك فيه ولا جدال فيه، ولكن بالنسبة لنا السيد النائب المحترم بكل احترام وتقدير، نحترم الجميع، نحترم الرئاسة، نحترم السادة والسيدات النواب، فلا داعي باش ندخلوا في واحد النقاش اللي لا جدوى منه وأن نصعد. من فضلكم أنا كنشوف بأن السيد النائب مازال عنده واحد دقيقة، السيدة النائبة أنا شفتها، نخليه يكمل الكلام ديالو في المساءلة مناقشة مع السيد الوزير، ولا خروج على هذا الموضوع. شكرا لكم السيدة. شكرا السيد النائب المحترم. الكلمة لرئيس فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة الرئيسة أظن أن الانفعال والأجواء اللي طارت في القاعة هي اللي خلات السيد النائب أن يقول لك اش كتقول هذه. أنا كنطلب منه أنه يسحبها، ولكن السيدة الرئيسة ما يمكنش أننا واحد الإنسان كيعبر على موقفه، واحد النائب كيعبر على موقفه ونوقفوه بهذه الطريقة. ربما هو ملي كيتكلم على القضية الأمريكية والاعتراف الأمريكي راه في الأخر ديالو ربطها بالاستثمار داخل المنطقة، وموضوع ديال النقاش ما كاينلاش علاش نوقفوها السيدة الرئيسة. إذا كنطلبوا من السيد النائب شكرا السيد الاسلوب الرئيس ديالو سميتو انه يسحب هذه الكلمه ويقدم اعتذار. ادريس الازمي، حيت خديتي كلمه من قبيله وكيطلب الكلمه، انا غنرجع عندك السيد رئيس الفريق. تفضل السي مبدع. تفضل السيد النائب المحترم رئيس الفريق الحركي. الان الكلمه للسيد الرئيس. شكرا السيدة الرئيسة. الاحترام يكون متبادل باش نحافظوا على الوضع الاعتباري ديال هذه المؤسسة. السيد النائب المحترم تدخل وعرج على موضوع اللي تيهمنا كاملين، ما عرفتش فينا هي المضرة أنه يعبر على هذا الموقف الأمريكي الشجاع واللي كنتنيو عليه كاملين ونهنيو جلالة الملك عليه. ثانيا مشى وقال ودي كاين إمكانية ديال الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية، وهنا كيرتبط مع القطاع ديال السيد الوزير. ما كانش غنشوشوا عليه ونحبسوا ونطفيو هادشي بشويه. والسيد النائب اللي قبل منه تعرض لهذا الموضوع هذا وما حبسناه شايت ومن حقه، وهذه قضيه شاده المغاربه كاملين وما نزيدوش عليها فعلا. واللي بغى يعبر ها المنبر ينوض، واللي في قلبه شي حاجه ماشي هنا وماشي بهذه الطريقه. اليوم هذه قضيه اجماع وطني وهذه الرايه عاليا ديال المغرب وكنعتزوا به. سيد النائب والسيد راه باقي عند دقيقتك. عندما انتهي من نقطة النظام السيدات والسادة النواب، السيد النائب المحترم تفضل. إذا اكتفينا من نقط النظام. نعم تفضل السيد النائب المحترم. لا، الفريق ديال المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. شكرا السيدة الرئيسة. أنا نقطة نظام أساسية سيدة الرئيسة، وأنه السيد النائب المحترم كان يتحدث وحرية التعبير مكفولة وناظر بأجلها الكثيرون قدموا تضحيات جسام من أجل حرية التعبير. سيدة الرئيسة لك الحق في أن تعقبي بعد أن ينتهي من مداخلته وأن توضحي إن كان هناك خروج عن النص أو أي شيء من هذا القبيل المرفوض تماما، وأن يتم تدخل سواء منك أو من أي أحد الآن في القاعة ضد أي نائب أو نائبة برلمانية يتحدث في ذاك المنبر. إن كان هناك خروج عن الموضوع لك الحق في أن تنبهي بعد الانتهاء وتطلبي السحب وتطلبي الاعتذار
بعد الانتهاء. الخلل الذي حدث هو أن تمت مقاطعة سيد النائب أثناء تعبيره في وقته القانوني، ونتمنى أن يتم قبول الآراء بيننا والحوار بشكل أريحي ومقبول ليعم فعلا احترام هذه المؤسسة وإعطاها القيمة اللازمة التي تعتبر مربط إنتاج السياسة العمومية بلادنا. شكرا السيد النائب المحترم، وشكرا على الملاحظات. أظن أنني مكلفة بتنظيم أطوار هذه الجلسة وبتطبيق مقتضيات النظام الداخلي. إذا رجعت لمواد النظام الداخلي، التعقيبات التي يمكن أن تخرج على الجواب السيد الوزير، أنا خليت في الأول المداخلة اللي قبل، عندما أطرت المداخلة ما وقفتوش، عندما أطر المداخلة ما وقفتش السيد النائب المحترم، ولكن عندما استمر واسترسل في الموضوع عملت له أنه يرجع التعقيب ديالو أن يجيب على السيد الوزير. إذا السيد النائب المحترم اسمح لي ما نبقاوش ناخذوا شي المناقشه واش من حقي ولا ما من حقيش. تفضل السيد النائب، الا باقي لك شي دقيقه كمل المداخله ديالك. اسمح لي السيد الرئيس المحترم، ما يمكنش تفرض عليا التقدير ديالك، ما يمكنش تفرض عليا التقدير ديالك. تفضل السيد النائب، انا نبهته يلتزم بالتعقيب على الجواب السيد الوزير. تفضل السيد النائب. غادي نكمل المداخلة ديالي. ليس لها الحق. نعم تكمل المداخلة ديالك مع الالتزام بمقتضيات النظام الداخلي دون إساءة للرئاسة. ليس لك الحق. الإساءة للرئاسة تستلزم إخراج حقي. كنشكر أنت أسأت للرئاسة. كنشكر الرئاسة بالأغلبية والإساءة للرئاسة تستوجب التوقيف وتستوجب الإخراج من القاعة. اسمح لي الالتزام بمقتضيات النظام الداخلي. العبراني ما عندكش الحق. ما عندكش الحق العبراني. السيد النائب المحترم. ما عندكش الحق. السيد النائب المحترم. وما عندكش الحق. السيد النائب المحترم. السيد النائب المحترم، وحتى تلتزموا الجميع. السيد النائب المحترم. السيد النائب المحترم. السيد النائب المحترم. السيد النائب المحترم، أنا اللي كنسير الجلسة، المرجو أن لا تتكلم إلا بإذن. السيد النائب المحترم تفضل. السيد النائب المحترم استمر. السيد النائب المحترم استمر. إذا استمرت في الإساءة للرئاسة نوقف الجلسة. السيد الوزير، نطلب منكم باش يكون المعامل ديال السيارات في كركرس في الاراضي العازله، باش السياره تولي قريبه للاخوان ديالنا افريقيا. وكنسولك ما هي الحجم الاستثمارات اللي اعلن عليها امريكا والمغرب في المنطقه الجنوبيه، وخصك تجاوب علينا. وفي نفس الوقت من انا نشوف ديك الطابور ديال السيارات طالعه طوجان هود كنفرح، كيعجبني الحال عباد الله، الالاف ديال الطوموبيلات هوديهم طالعين. وفي الختام غادي نشكر الدول الصديقة والدول الشقيقة وكل ما نتعاطف مع هذا المغرب. السيد النائب المحترم، انتهى وقتك، استنفقت وقتك. السيد النائب المحترم، المداخلة الموالية للفريق الاشتراكي، فليتفضل أحد النواب مشكورا. نعم السيد النائب المحترم، نقطة نظام، من حقي نعطي له نقطة نظام. السيدة الرئيسة، شوف السيدة الرئيسة، السيدة الرئيسة، أنا طلبت نقطة نظام في تسيير جلسة. السيدة الرئيسة، لا زلت لم تعالجي أمرا مهما. النائب المحترم توجه للسيدة رئيسة الجلسة المحترمة وقالش تقول هادي. شوف، لا تسحب رسميا ماشي مخبي. ثانيا، الإجماع الوطني والقضية الوطنية لا تخدم بالصراخ وبالعويل، تخدم بالمواقف الثابتة وما كاينش تشكيك. وثانيا، نحن نعيش في دولة الحريات والحقوق، لكل واحد الحق أن يعبر عن أي رأي.
ما غاديش تكمموا الافواه. وهذا هو اللي تيخدم القضيه الوطنيه. القضيه الوطنيه تخدم بالمؤسسات، تخدم بالحقوق وبالحريات، تخدم بحريه التعبير. هذه هي. ثانيا السيد الرئيس، لا يمكن ان نستأنف اشغال هذه الجلسه كما قال السيد الرئيس سي نور الدين مضيان الا ان يتم الاعتذار رسميا رئاسه الجلسه. هذا فيه اهانه للمراه واهانه لرئاسه الجلسه. إذا السيدة والسادة النواب، نرفع أشغال هذه الجلسة ونعود بعد 10 دقائق.